اسمك ايه؟ What is your name؟ عمرك ايه؟ How old are you؟ بس انا عمري ما اسال السؤالين دول في اي امتحان ولا في اي كورس. ليه؟ لان غالبا احنا حافظينهم. هتلاقيني بسالك سؤال ما عمر اخوه، تقعد بقى تفكر تعطل. لو انت عارفها الاول حافظها غالبا مش هتعرف تكونها، انما لو فاهم دي اتكونت ليه هتعرف تكون الثانيه. بس خلينا الاول نسال سؤال، هو انا ليه مع اسمك قلت از ومع عمرك قلت ار؟ دي محتاجه بقى تفكير. يعني ما اسمك وات از، ما عمرك هاو اولد ار. تعالى بقى نفصصها كده واحده واحده. نرجع للجدول. ما اسمك ما فيهاش فاعل، يبقى هنقول ايه؟ هنقول بي زائد السبجكت. احنا بنعوض في الاول؟ بنعوض في السبجكت رغم ان هو بي اللي جاي قبليه، بس لان السبجكت هو اللي بيحدد لي بيه. فنقول ايه؟ يور نيم. فما اسمك، يور نيم خلاص خلصت، فانا بسال عن اسمك. اسمك هو الفاعل مش انت الفاعل. فيور نيم دي لو شلتها حط مكانها ايه؟ حط مكانها ات، وبي بتاع ات ايه؟ از. فيور نيم احط قبلها از، يبقى انا كده كونت الجمله. ناقص لي اداه الاستفهام وات از يور نيم. لكن ما عمرك، ركز بقى معايا، نفس الكلام. نرجع للجدول، مفيش فاعل، يبقى اقول ايه؟ بي زائد السبجكت. هنا السبجكت ايه؟ يو. بس اشمعنى هنا قلنا يو؟ يعني ليه ما قلناش يور ايج؟ خلي بالك من الكلام. ليه ما قلناش يور ايج؟ عشان اداه الاستفهام واخده معاها كلمه عمر. فما عمرك هي عباره عن ايه؟ عباره عن عمر وكاف. الكاف دي اللي هي ايه؟ ما عمرك دي عباره عن ايه؟ عباره عن عمر وكاف. شلت عمر بقى ايه؟ الكاف اللي هي ايه؟ انت. فاحط يو في الاخر، يبقى يو البي بتاعتها ايه؟ ار. فار يو وقبلها هاو اولد، يبقى هاو اولد ار يو. هيفهمنا اكتر لما نسال ما عمرك بطريقه مش بيستخدموها، اللي هي لو قلت يور ايج. فلو حبيت استخدم كلمه يور ايج تبقى هي الفاعل، يبقى ساعتها الفعل بتاعها يبقى ايه؟ يبقى از. فساعتها اقول ايه؟ وات از يور ايج. مش بيستخدموها بس قلناها بس كده عشان نفهم هو ليه هنا بيستخدم از وليه هنا بيستخدم ار. طب ايه تاني اللي هيفهمنا بس بيستخدموها؟ الجمله اللي انا قلتها لك في الاول، ما عمر اخوك. خليك بقى معايا، احنا كده كده عارفين ان اداه الاستفهام بتاخد معاها كلمه عمر، فيتبقى معايا ايه؟ اخوك. يبقى اخوك هو ايه؟ الفاعل. يبقى نقول ايه؟ يور براذر. يور براذر ده بقى بي بتاعه ايه؟ از. فساعتها هنقول ايه بقى؟ هنحط از قبل يور براذر، فنقول ايه؟ از يور براذر. وناقصنا اداه الاستفهام يبقى نقول ايه؟ هاو old is your brother. لو حبيت اقول ما عمرها او ما عمره اقولها ازاي؟ اكتب لي ده في الكومنتس. لايك وفولو عشان نتعلم كل يوم انجليزي في 60 ثانيه في رمضان. كل سنه وانتم طيبين.